الحين هجروا بالثور، يعني هجر الثور قربها نثرة. والله قال ما اروح الا بعد ما قلب نثرة اليوم. ونستضيف في هذه الحلقة أحد الأثوار الهاربين من وجه القبيلة، الثور الهارب. يا أهلا وسهلا. حياك الله أخي الكريم. أخوك الكريم. أيام من بدايتها كذا عنصرية، ما بلا خليك إنسان متواضع، إحنا في الأول والأخير خلق الله كلنا. يلا تمام، تفضل يا أخي الكريم. خليني أسألك، أيش السبب شفناك وأنت بتهرب من وسط الموقف من بين الناس مجتمعين ومحكمين وكذا، وأنت نفضت الجمع وهربت؟ أيش السبب يعني؟ إنك أيش السبب؟ يشتوا يذبحوني، هذا هو السبب. يعني واحد متصايح ومرته وضرتها لا بيت أبوها، عمي طلب منه يحكم بثور، صار يديني أنا، يعني ما دخلي أنا ثور أحدث، يعني ما أرجع أخبز له وأعجن له ولا انتبه للجهاء، هذا ما يصلح. طيب كان بتصبر شوية. أحيانا عادة في هذا المواقف هو يوصل يقول مقبول مرجوع ويعفوا عنك وترجع، يعني انتظر شوية. كنت بتنتظر وتسمع من الطرفين ويمكن ما يحصل لك أي حاجة. هيا اسمع من الطرفين، الحين أنا ثور ولا قاضي؟ أسمع من الطرفين. قلنا لك عايز يذبحوني، أنت عارف ابن عمي بيخرج في اليوم 3-4 مرات، آخر مرة شلوا يحكموا ناس، يعني راح هو راكن انه يرجع، يعني مثل كل مره يوصل له هناك يقولوا مقبول ومرجوع، وصل له هناك على طول مقبول ومذبوح. يا جماعه ها قولوا بغيرها، ارجع اودع الاولاد، اودع اهلي، اودع البقره، ما لا رضيوا وقرح جو. ايوه، بس تعرف ان مقامك عندنا في اليمن مقامك عالي انت كثور، يعني تعرف انه تمشي انت قبل الشيخ، واذا ما حضرتش انت ما يحضرش الشيخ، ولا بيتم الصلح ولا بيتم حل المشاكل الا بحضورك وبوجودك. يعني مع انه مش مستفيد احيانا ما بتجيب حتى حليب انت، مع ذلك لك مكانتك واهميتك في القضايا وفي المشاكل وفي الصلح بين الناس. كلام جميل وعين العقل. يعني بعد هذا الكلام الحلو كله يلا تكلم انا والشيخ. المفروض ان الناع الذي يمشي بطقوم ومرافقين مش الشيخ، يعني ما دام المشاكل ما بتحتل الا لو ما جينا، يعني حتى لو الشيخ موجود ما بتحتل المشاكل الا لو ما جاء الثور. المفروض ما يذبحونيش. وبعدين يعني تسمح لي اسالك سؤال؟ طيب تمام، السؤال اغردت اسالنا ثور، تفضل. حط نفسك مكاني. خليك في مكانك وانا خليني في مكاني، تفضل. يا اخي ما قد الصدق وتعبير مجازي. أنا الحمد لله متزوج ب3 بقر، 3 بقر. افرض إن واحد من البقرات تصاح تناويها وهربت بيت أبوها، رحت له عند عمي الثور بين أقول له يا عم رجع لي البقرة، حلف ما يرجعها إلا لو ما حكمت براس بني آدم. يعني لو أنا رحت يعني أجيب واحد من بني آدم أحكم عمي، هل هذا يعقل؟ هل هذا منطقي؟ أيش ذنب بني آدم في المصلحة بيني أنا والبقرة؟ والله أقنعتني صراحة يا أستاذ، الله يرضى عليك. والله نحن صابرين محتسبين للأجر، لا بيأكلونا سوا ولا بيدوا لنا ماء ولا قط ولا شعير، حتى يعني الزريبة اللي بينرقد فيها بيدخل الهواء من كل مكان. حرام ما بين أقوم الصبح وقد بطني منفوخة، اللي يشوفني يقول هذا شابع وهو كل معباه هواء. يعني قد احنا بناكل الحاصل، كراتين، قراطيس، حصان، تراب، قد فيني يعني الكلى كلها حصى. بين بكر الصبح باب الدقاقين كلي ادور لي مشمعات اي حاجه، وصابرين وراضين بقضاء الله وقدره، وفي الاخير يشتي قال لك يذبحني. يعني اي شيء يستفيد عندما يذبحني؟ لا مرق مثل الناس ولا لحم مثل الناس، كلها يشمها قراضيس. يا اخي والله ما هذا الوضع، انه يعني عيب حرام ما يجوز. طيب يا ثورنا العزيز، ما في فكرتوا هكذا تعملوا لكم جمعيات طالب حقوق الحيوان كذا، تشوفوا احتياجاتكم، ترفعوا صوتكم؟ يعني يا اخي برد لك جمعيات، ما جهدي الحق الجمعيات. انا ثور عزيز نفس، لا بين مد يدي لحد ولا بين ضل ابن حد ولا بين آذي حد. يعني بعد حالي من الزريبة للمحراث ومن المحراث للزريبة أنا وبقراتي، ولا حد يشتكي مننا. حرام ما بين روح وقدر جلي مورمات. فحين تقدر تنفعني تعرف حد في الهند؟
الهند ليش؟ يا اخي انا سمعت هناك انهم بيقدسوا البقر والثيران، وانا مشتي حد يقدسني، اشتي فقط اعيش بكرامتي، ابني مستقبلي، اشق طريقي. انا ممكن ادرس واتعلم لغات واصبح حصان، لكن اجلس لك في اليمن يتصايحوا اثنين جهال يقول لك اتدثر نذبحه، يتصايح مثل النسوان يقول لك اتدثر يذبحه، يعني ما القرون لا قرون، الذي يشوفني يقول وحيد القلب، لكن يمكنوك من فوق ديانه لا فوق هيلوكس. يا اخي هذا مرفاله ما عاد يعيشها، الله يلعن ابوها يعيشها. والله صراحة كلامك منطقي وكلامك واقعي وقنعتني، وما أقول لا، يعني تحملت الكثير وصبرت علينا، بس إن شاء الله أن الناس يعقلوا ويفهموا. وأنت أشوف أنك لا أدري يعني مهرب لك، صار البحر، صار حديدة عدن كذا، واعمل نفسك سمكة وغالطهم يعني تتخارج من الموضوع. يا أخي قد حاولت أغالطهم وقلت إني دجاج لكن ما نفع. دجاجة هي صدقني إنك ثور، ما فيش فايدة، خاطرك.